هل ال AI يقدر يبني SEO أو GEO استراتيجي؟ السؤال أصبح مهم جدًا لأن أدوات ال AI بقت تعمل حاجات مبهرة في ثواني، تطلع لك keyword list أو تعمل لك content outline أو competitors summary أو حتى خطة كاملة في خلال 3 4 prompt. فطبيعي ناس كتير تقول خلاص هاعمل ده بال AI والSEO ما عادلوش لازمة، لكن خلينا نسأل السؤال الأهم، إحنا أصلًا نقصد إيه بالSEO؟ لو الSEO strategy بالنسبة لك يعني 30 40 كلمة مفتاحية، content calendar بسيط، شوية أفكار الback links، تحليل سريع للمنافسين، إذًا الAI يقدر يعمل ده بسهولة، بل أسرع من ناس كتير. لكن لو الSEO بالنسبة لك يعني تفهم السوق فعلًا وتعمل market modeling حقيقي وتحلل الonline demand والpattern بتاعه اللي ممكن يكون فيه مئات الآلاف من الqueries وتحسب الTAM والSAM والSOM وتصمم الinformation architecture للموقع وتعمل entity structure واضحة وتبني conversion path يخدم البيزنس بتاعك وتاخد قرارات زي ندخل السوق من أنهي جاب، نبدأ بأنهي segment، نضحي بإيه مقابل إيه، فهنا ده الSEO، وبالتالي لازم نفهم نقطة مهمة، الاستراتيجية مش output. الAI ممتاز جدًا في الanalysis، في الsummaries، في الoptimization، لكن الاستراتيجية في حقيقتها هي decision under uncertainty، يعني تختار بين بدائل كلها ناقصة، تراهن على gaps غير واضحة، تقول لأ لحاجات شكلها مغري. الAI يقدر يحاكي القرار، لكن لا يستطيع أخذ قرار واعي يبني عليه استراتيجية، لأن في النهاية الAI بيoptimize الaverage المتوسط، لكن الاستراتيجي builds the difference أو بتعمل الفارق بينك وبين المنافسين. بل خد الأسهل، هل ال AI يقدر يكتب content plan كاملة بدون تدخل شخصي طبعا من content writer؟ هل يقدر يحدد الأوف بيج استراتيجي مربوطة بالحالة الحالية للموقع؟ هل يقدر يختار الأنكرز؟ وعلى أي أساس هيحدد الأنكرز والنون أنكرد بيجز؟ هل يقدر يبني supporting tiers ليها؟ ولو ال AI قادر إن هو يعمل organic strategy كاملة، ليه شركات ال AI نفسها بتوظف SEO strategy team بمئات الآلاف من الدولارات سنويا؟ الحقيقة ببساطة هو إن ال AI قوي جدًا كأكسلريتور أو مسرع، يعني يساعدك في تسريع التحليل، في تنظيم الأفكار، في تسريع التنفيذ، لكن وضع الاستراتيجية ما أظنش، أنت من يحدد الاتجاه، والمهم إن الاستراتيجية مش output ولكن خطة في سياق محدد بناءً على معطيات كثيرة وسياقات متنوعة ليس للAI قبلًا بها. سؤال بقى، أنت بتستخدم الAI كأداة تساعدك والّا بتحاول تخليه يفكر مكانك؟ الفرق بين الاتنين هو الفرق بين الexecution والstrategy، وتقدر تشوف فيديو تفصيلي أكتر على القناة عن كل اللي قلناه هنا. إن شاء الله نشوفكم في reel جديد إن شاء الله.